السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى جايبالكوا ديكور حلو جدا زيكم، مكملين ان شاء الله في سلسلة ديكورات رمضان. والفكرة اللي عندنا النهارده هنستخدم فيها العلبة البلاستيك الصغننة الشفافة دي، ودي بتجيلنا في جبن وفي حلويات وفي حاجات كتير بتكون متوفرة يعني. وعندي انا العلبة الكرتونة الفضي دي كانت عندي فيها شوكولاتة. انتوا لو مش موجودة عندكم ممكن تستخدموا كرتونة تغلفوها بالفوم، او علبة تكون مسطحة، او غطا علبة المتوفر عندكم. انا عندي العلبة دي، انتوا عارفين العلبة دي بتتقفل وتتفتح. انا عايزاها تكون يعني لحد الاخر بتتقفل وتتفتح، فانا هلزقها من القاعدة بتاعتها. ومسدس الشمع ما يكونش سخن قوي، علشان لو سخن قوي هيسيح العلبة معايا. انتوا عارفين العلب دي بتكون رقيقة جدا، والسخونية بسهولة جدا انها تخليها تسيح وشكلها يبوظ. بلزقها كويس في الكرتونة اللي عندي، لزقت وبقت عندي بالشكل ده. عندي بقى انا البيبي لايت ده، عايزة ادخله جوه العلبة دي، بس انا عايزة اعمل فتحة للفيشة بتاعته، فببدأ افتحها بالسن بتاع مسدس الشمع. وزي ما قلتلكوا العلبة خفيفة جدا وبتسيح بسهولة من مسدس الشمع، ففتحت جزء عشان اخرج منه الفيشة. خرجتها بالشكل ده. بحاول على قد ما اقدر اطول، بس اخد لاخر السلك، وبفتح بالطرف بتاع مسدس الشمع زي ما انتوا شايفين كده. بعمل فيه فتحات صغيرة علشان هخرج من الفتحات دي البيبي لايت او اللمبات الصغيرة دي. وبفتح في الغطا كمان. ببدأ ادخل اللمبات كده بالطريقة دي، وبلزق عليهم بمسدس الشمع، بس بلزق عند البلاستيك مش عند اللمبة نفسها، علشان تثبت معايا وما تدخلش العلبة تاني او تتحرك معايا. فانا كده بثبتها كويس. اتمنى منكم لو وصل معايا للجزء ده من الفيديو يضغط لايك، واللي اول مرة يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل، علشان يوصلوا كل جديد بقدمه في القناة. اهو هنا كمان بدخل البيبي لايت هنا في الغطا كمان، وبرضو بلزق عليه بمسدس الشمع، وبرجع اقفل غطا العلبة تاني. وده السبب اللي ما خلانيش الزق العلبة من الغطا، ما كنتش هقدر اعمل الخطوة دي، عشان كده لزقتها من القاعدة. بقت عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللمبات واضحة جدا وبره العلبة، بس هنا بضيف نقطة شمع بس عشان الفيشة بتاعتي ما تتشدش معايا وتبقى ثابتة. الخطوة اللي جاية هجيب انا عندي الفايبر ده، وده موجود ومش غالي، ولو مش موجود عندكم ممكن تستخدموا القطن اللي هو بتاع الصيدلية العادي ده، بس انا بفضل بصراحة الفايبر اكتر. بس المتوفر عندكم استخدموه، ما توقفوش نفسكم على حاجة. ببدأ اضيف شمع كده على العلبة، بس مش بضيف على اللمبات، لا حوالين اللمبات بس. وبلزق الفايبر عندي، هبدأ ألزقه عليها كلها داير ما يدور حتى من الأجناب، وبلزقه كويس جدا علشان يكون ثابت معايا ما يخرجش ويكون هايش على الفاضي وهو مش لازق كويس. خدوا بالكم من الخطوة دي كويس قوي. ببدأ ألزقه كده، وزي ما قلت لكم ما تلزقوش فوق اللمبات خالص. الديكور النهارده صدقوني في النهاية هيعجبكم قوي قوي. النتيجة بتاعته حلوة قوي قوي، وانا عن نفسي مبسوطة بيها جدا.
وان شاء الله تكون حصري معايا. زي ما انتوا شايفين لزقت عليه داير ما يدور وبقى بالشكل ده. عندي بقى انا الورقة الفضي دي، الورقة دي ممكن بتكون الغطا بتاع الاطباق الفويل، ولو مش موجود ممكن تستخدموا الفوم فضي او ذهبي، طبعا اللي بتفضلوه استخدموه. انا حددت عليه شكل الهلال، وانتوا طبعا شكل الهلال يقدر نحدده باي حاجة، طبق بغطا باي حاجة. انا حددته هنا بغطا وقصيته زي ما انتوا شايفين. وعندي انا هنا ورقة تانية هقص عليها شكل نجوم، وانا كنت محدداها بالقطاعة دي، وقصيت كمية من النجوم كده الحجم الصغير. وعندي ده كان غطا بتاع قطارة، انا هستخدمه برضو بما انه هو لونه فضي ومش هيبقى لونه شفاف سوري زي العلبة، فهيديني شكل حلو او هيوصلني للنتيجة اللي انا عايزاها. لو مش موجودة عندكم تقدروا تستخدموا اعواد الايس كريم او اي حاجة موجودة عندكم، يعني هتنفع جدا. انا هنا بثبته علشان هلزق عليه الهلال اللي معايا. بضيف طبعا شمع وبلزق الهلال. بعد ما ثبت الهلال ولزق كويس معايا، ببدأ اداري الشكل اللي موجود او الجزء اللي موجود من الجزء البلاستيك يعني اللي انا لزقته ده، بداريه بفايبر برضو هجيب بقى النجوم اللي قصيتها وهبدأ ألزقها على الفايبر اللي عندي، هلزقه بشكل عشوائي. وزي ما انتوا شايفين الجزء القاعدة باين، انا ما داريتوش علشان بجد هيديني شكل في النهاية برضو زي ما قلتلكوا حلو قوي. فهلزق دلوقتي النجوم بشكل عشوائي، وعلى فكرة برضو هلزق في الجنب التاني، بس انا بلزق الجزء ده معاكم. وعندي كمان الاستراس ده هلزقه، واللي مش موجود عنده الاستراس ويستخدم الفوم ممكن يعمل دواير صغيرة من الفوم. يعني لو هيعمل النجوم والهلال مثلا ذهبي، يعمل الدواير دي او البديل الاستراس ده دواير فضي، هتبقى حلوة جدا مع بعض. برضو بلزق الاستراس بشكل عشوائي اهو زي ما انتوا شايفين، ولزقت في الجنب التاني كمان بقى عندي بالشكل الجميل قوي ده. عندي بقى دي سلكة صغننة كانت بتاعة اللي هي القفلات بتاعة الاكياس بتاعة العيش والحاجات دي، هقص منها جزء صغير. وعندي الفانوس ده هبدأ الزقها في الظهر بتاع الهلال، لان انا كنت عايزة الفانوس يفضل يتحرك، فعشان كده حطيته جوه السلكة دي. وجبت 2 من الاستراس كده، ضفت في الاطراف بتاعة الهلال، هتدي برضو شكل معايا حلو قوي اهو. الديكور بتاعنا خلص وبقى بالشكل ده، وهوريكم لما هنور البيبي لايت اللي جواه او النور اللمبات اللي انا ضفتها جواه هيبقى شكله تحفة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال والحلاوة؟ حلو جدا. اتمنى يكون عجبكم، اتمنى لو عجبكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. بحبكم قوي قوي قوي. باي باي.